يا صباح السعادة والهنا والرضا وراحة البال. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. حبيت النهاردة أصور لكم من البلكونة. الجو جميل رغم ان طول الليل الدنيا كانت بتشتي أو بتمطر يعني. بس أول ما صحيت ونزلت بنتي المدرسة ورجعت لقيت لا ان الجو بقى حلو واتحسن. سبحان الله الأيام دي شوية صيف وشوية شتاء. يلا بقى تعالوا افطروا معايا. هفطر بقلاوة بالقشطة ورموش الست. أحسن واحد بيعملهم في اسكندرية هو حلواني طلعت. وهاعمل لِك النهارده في أقل من 3 دقايق مبكبكة، بس مش باللحمة ومش بالفراخ ولا باللحمة الضاني، هنعملها إن شاء الله بالسوسيس، سهلة وسريعة. وكمان نقدر نبدل السوسيس بصدق أو ببسطرمة، يعني حسب ما الولاد يحبوا، لأن مش كل ولادنا بيحبوا اللحمة والفراخ أو بيحبوا اللحمة الضاني. بس قبل أي حاجة عايزاكي تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة لو لسه مش مشتركة، ويلا بينا نشوف مع بعض فيديو النهارده هيحصل فيه ايه. وعايزاكي لو جربتي الوصفة وعجبتك تكتبي لي في كومنت وتقولي لي رأيك فيها ايه. وطبعا ما تنسيش لايك للفيديو لو عجبك وشير. يلا بينا نشوف مع بعض المكونات. هنحتاج مع بعض ايه النهاردة؟ هنحتاج سوسيس، الكمية اللي انت عايزاها والشكل اللي انت عايزاه، لو عايزة الصغير لو عايزة الكبير اللي يعجبك. ونص بصلاية صغيرة، ونص برضو فلفلاية. انا مش هكتر البصل والفلفل لاني عايزة السوسيس يبقى باين في الوصفة. وهحتاج معايا لمكعب من الماجي وكيس صلصة أو معلقتين كبار صلصة، وده نص كيس مكرونة مش كيس كامل. وحلة صغيرة، ويلا بينا على النار ونحط شوية زيت قليلين، وننزل بالبصل والفلفل أول حاجة ونديهم كده تشويحة بسيطة. وبعد كده ننزل عليهم بملح وفلفل أسمر. بس خدي بالك وانتي بتحطي الملح ان احنا هنحط مكعب ماجي، فما تحطيش ملح كتير لأن الماجي فيه ملح. بس كده تاخد تشويحة بسيطة، مش عايزة لون البصل يتغير أو يغمق. وبعد كده هنزل بالماجي مع السوسيس. السوسيس ده الكبير، النوع الكبير، بس أنا مقطعاه على 2. وياخد تقليبة بسيطة كده على النار، وهنزل عليهم بحبة مية صغيرين في الأول علشان بس الماجي يدوب والسوسيس بس يستوي كده ربع سوا. وبعد كده هنزل بكيس الصلصة كله أو معلقتين كبار زي ما قلتلك من البرطمان. وبعد كده تحطي المكرونة. بصي ممكن تحطي مع البصل والفلفل طماطم، انا بصراحة ما حبيتش الطماطم قبل كده، جربتها في المكرونة مع الفلفل والبصل حسيت ان انا باكل سلطة، فالطماطم مش حلوة. البديل الاحلى هو الصلصة. بس كده كل المكونات بقت معايا جاهزة. هحط المية. المية بقى اهم حاجة، ما تحطيهاش كتير جدا ولا على القد، لا زوديها شوية بحيث انها تبقى يعني جوسي، ما تبقاش المكرونة مفلفلة ولا تبقى معجنة. هتشوفي دلوقتي معايا انا حطيتها لفين، بس غطت المكرونة مش اكتر. وتديها تقليبة حلوة، وهتوطي عليها النار خالص وتقفلي غطا الحل. بس كده وهي تقريبا خلصت معانا الوصفة، سهلة وبسيطة. زي ما قلتلك في اقل من 3 دقايق هتعملي احلى مبكبكة. هتسيبيها كده على النار حوالي ربع ساعة، وشوفي بقى الشكل الخطير اللي هي فيه ده. شايفة البكبكة؟ عشان كده سموها المبكبكة. كده هي تمام معايا استوت، هديها تقليبة بسيطة وهقفل النار عليها. وزي ما قلتلك ممكن تعمليها بالسوسيس او بالصدق. الصدق هتبقى خطيرة، وكمان البسطرمة هتبقى حلوة جدا. بس البسطرمة ما تحطيش ماجي، يعني اكتفي بتوابل البسطرمة، لان البسطرمة فيها توم وفيها توابل وفيها ملح كمان. ويلا بينا على الغرف. شايفة نازلة ازاي بقى في الطبق؟ زي ما قلتلك مش معجنة ولا مفلفلة. هي المبكبكة بتبقى كده فيها صوص باين، بس مش مغرق الدنيا. وده الشكل النهائي معانا. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبك واستفدتي منه. باي باي.